السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. تعالوا النهاردة نحضر غدا مع بعض. غدا لذيذ وسهل، هو مش سهل قوي يعني بس حلو، هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا النهاردة هنعمل كده، عندي بطاية هنعملها بالطريقة الدمياطي، وعندي جلاش، وعندي ملوخية، وهنعمل بط وملوخية وجلاش. تعالوا معايا كده نجهز الغدا سوا، ويا رب يعجبكم الفيديو. وما يعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك. اشوفكم بقى، يلا نجهز مع بعض ونكمل مع بعض الفيديو، خليكم معايا. وزي ما انتوا شايفين معايا كده، دي البطاية. هي الصراحة انا مش شارياها، دي جايه لي هديه كده من عند الحاجة ماما. تربية ايدها طبعا ولا يعلى على تربية البيت. الحاجة اللي بتربى في البيت بيبقى لها طعم تاني خالص. اللي جرب ده طبعا عارف. طبعا هنا انا بشرت البصل وبهرته بالملح والفلفل والكمون، وبدأت كده بقى احشي بيه البطة بتاعتي، وهقفلها كده. النهارده مش هقفلها لا بخله ولا بحاجه، انا قفلتها كده زي ما انتم شايفين. وقفلت بقى الجزء ده بالقنص والكبد بتاعتها. وطبعا كنت بشرف الحله عشان البهارات وكنت مستعجله يعني، ف زودت عليها الميه بقى كده وسبتها تتسلق وتستوي في ميتها ببهاراتها بحاجاتها كل محتوياتها. سبتها بقى كده تتسلق. وطبعا هنا انا مجهزة الجلاش ومعايا الملوخية. انا عادة ما بستخدمش الملوخية الجاهزة، بس طبعا الايام دي الملوخية قليلة في السوق، فاضطريت ان انا اعمل اللي هي المجمدة دي. هنبدأ نجهز الملوخية بتاعتي. طبعا استنيت شوية لما المرقة بتاعت البط بدأت كده ايه تطلع لا ما تاخدوش في بالكم، دي اصوات دخيلة. هنا بقول لكم اخدت المرقة بتاعت البط، واخدتها بقى طبعا وحطيت فيها الملوخية. هي بتغلي الشوربة معايا، وهضيف ليها الملوخية زي ما انتوا شايفين. انا احلى ملوخية بحبها طبعا زي ما قايله لكم قبل كده، اللي بعملها على مرقة البط بيبقى لها طعم تاني، وطبعا اخدم البهارات بتاعه تتبيله البط بتاعتي، فبصراحة بتبقى تحفة. هنا بقلبها كده تفك مع الشوربة، وهبدأ بقى ايه اشوف ناقصها ايه بهارات هزودها. طبعا المرقة بتاعتي فيها بهارات، هظبط بقى ازود شوية وهدوق برضو هظبط كده. انا زودت لها شطة حمراء وملح وفلفل، مش كتير لان زي ما قايله لكم الشوربه فيها بهارات. قبل ما تغلي طبعا بكون طفيت عليها النار، وهنجهز لها الدقه بتاعتها، تقليبه كده خفيفه عشان البهارات تتقلب مع الملوخيه مع كل حاجه. وهدي عليها النار لحد ما اعمل لها التقليه بتاعتها. طبعا كلنا عارفين عباره عن توم وكزبره ناشفة، فهنقلبها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي، وهنبدأ بقى نضيفها على الملوخية بتاعتنا. احلى صوت ممكن تسمعوه الطشة بتاعت الملوخية دي طبعا، والريحة اللي بتطلع حاجة كده ايه تجوع. شوفوا بقى الحركة دي، انا بعشق الحركة دي. اما اخد بقى كده شوية من الحلة بتاعت الملوخية كده واسمع الطقطقة دي، يا سلام، برافو عليك يا شيف ميرو، بدلع نفسي. من حقي ولا ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص تقريبا البطة بتاعتي استوت. المرقة اللي فيها دي انا ما عنديش حد بيشرب الشوربة بتاعت البط، فانا باخد الشوربة دي بطبخ فيها
الرز بتاع الغدوة دي بعمله في شوربة البط. ممكن في ناس تانية بتعملها برز ابيض عادي، بس احنا بنحبها كده، بيبقى الرز متبل وطعمه حلو قوي. واخدت طبعا جزء من المرقة دي علشان هنعمل بيه الجلاش بتاعنا. زودت الملح طبعا، ومش هحط اي زيوت، لان طبعا البط نفسه بينزل زيوت كده في المرقة بتاعته. هنا انا بدأت اجهز الجلاش بتاعي. فرشت اولا الصينيه، الحته دي يعني ما جتش. فرشت طبعا، كلنا عارفين القاعده بتاعت الصينيه بالزيت علشان ما تلزقش وعشان تبقى مقرمشه من تحت. وهفضل ارص بقى كده رقات الجلاش واسقيها بالمرقه. المرقه دي انا مزوداها مكعب مرقه دجاج وبس، مش حاطه اكتر من كده، لان هي فيها بهاراتها وكمان فيها نسبة دهون من البطة، فمش محتاجة اي حاجة تانية. هرص كده، وانا هحشي الجلاش بتاعي بعفشة البطة. عفشة البطة اللي هي ايه، الجناحات بفصصها، الرقبة، القنصة، الكبدة، بقطع كل ده قطع صغيرة وبحشي بيها الجلاش بتاعي، بتبقى تحفة. احنا هنا الاكلة دي معروفة عندنا في دمياط، ومش بنقول عليها رقاق ولا جلاش، احنا بنقول عليها امامة. يمكن ناس كتير بتستغرب الاسم، بس احنا معروفة عندنا بالاسم ده، الامامة مع البط. في ناس بتضيف ليها زبيب ومكسرات، اللي بيحب الطعم الشجري مع المالح بيحط الزبيب، بس انا ولادي مش بيحبوا كده، فانا حطيتها من غير زبيب ولا اي حاجة، هي بس الحشوة بتاعتها. طبعا انتوا شايفين ايدين كده شغالة معايا قاعدة تنتش. مش هقول لكم مين، لان احنا كان جاي لنا ضيوف يعني. المهم كملتها كده زي ما انتوا شايفين معايا، واسقيها برضو زي ما انتوا شايفين، برضو بسقيها كده وبغطيها واظبطها. وفي الاخر هقطعها وادخلها الفرن. بس كده، هو ده كل اللي بنعمله في الامامة بتاعتنا، الامامة الدمياطي، او زي ما بتقولوا الرقاق او جلاش، ايا كان الاسم. طبعا احنا كلنا عارفين ان من مكان لمكان اسم الاكلة ممكن يختلف يعني. بس الناس كتير، انا مرة قلت امامة دي، الناس الامامة دي يعني استغربوها قوي، بس هي معروفة عندنا كده. بس كده زي ما انتوا شايفين معايا، هي خلاص جهزت. وطبعا الجلاش معايا كان متقطع جاي مش تمام، بس ما فيش مشكلة، كل ده بيتدارى في الرص والتقطيع. هدخل البطاطا تشوي مع الصينية بتاعت الجلاش او الامامة زي ما انتوا شايفين معايا كده، وخلاص يعني يكون اكلنا جاهز ونحضر الغدا بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده معايا الاكل جهز وحطيته كده زي ما انتوا شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، و... ويا رب بالهنا في قلب اللي اكل. والاكل كان جميل في اللمة. زي ما قلت لكم كان عندنا ضيوف النهاردة على الغدا، فلقمة هنية تكفي 100. وكده الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة حبايب قلبي.